كل سنة الخريف بيجي يعلمنا درس عظيم، إن حتى الشجر اللي واقف في مكانه بيسمح لنفسه يسقط اللي ما بقاش يخدمه. الأوراق اللي كانت جميلة في الربيع بقت تقيلة عليه في الخريف، فبيسيبها تقع بهدوء من غير مقاومة ومن غير وجع، لأنه عارف إنها كانت جزء منه، بس خلاص دورها في الموسم خلص وجي الوقت الأوراق جديدة تنبت مكان القديمة. يمكن إحنا كمان محتاجين نتعلم من الشجر ده إننا نحرر مشاعرنا القديمة، نسيب الحزن والغضب والذكريات والمحار والآلام اللي تعبانة وبقت عبء على روشنا، لأن زي الشجر بعد ما بيسقط كل أوراقه بيجي عليه ربيع جديد أجمل من اللي قبله. مفيش ربيع جديد من غير خريف شجاع، ومفيش تجديد واستقبال لبدايات وأهداف وأقدار جديدة من غير ترك للأوجاع والذكريات ومشاعر الماضي القديمة. الخريف مش موسم نهاية، ده موسم تجديد، موسم ترتاح فيه، تتأمل وتسمح لنفسك تتخفف علشان تستقبل اللي جاي بقلب خفيف وروح مرتاحة. حرر مشاعرك زي ما الشجر بيسيب أوراقه، سيب المساحة جواك للحياة الجديدة تدخل. خليك صادق مع نفسك في الخريف ده، اخرج من الألم اللي وجعك واسمح لقلبك يتنفس، اخرج من القوقعة اللي خنقتك عشان تشوف النور. عشان كده أنا عملت لك خصم 30% على أول جلسة، فلو حاسس إن الوقت جه عشان تبدأ الرحلة دي اتواصل دلوقتي على الواتساب واحجز جلسة عشان تبدأ رحلة تحرير المشاعر، وخليك خفيف زي نسمة الخريف. الموسم ده مش للنهاية، ده موسم البداية. شرر اللي جواك مش عشان تنسى، لكن عشان تفتح الباب لكل شيء جديد يستحق يدخل حياتك. شارك الريلز مع حد محتاج يسمع الكلام ده النهارده.